السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله شهداء غزة. طبعا المناظر اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي مناظر صعبة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أنا عارف ومتأكد إن العنوان اللي حضرتك لسه بتقراه دلوقتي هو عنوان يخض، ولكن للأسف ده اللي دلوقتي اللي حاصل، وبيتم ربط التعويم اللي جاي بالتعويم اللي حصل في 2016. يوم الخميس 3/11 تم تعويم الجنيه سنة 2016 من 8 جنيه شفناه وصل لحد 13 و14 و15 جنيه. وده دلوقتي اللي الناس شايفاه ان يوم الخميس 2/11 القادم هيتم تعويم الجنيه ب 30 جنيه يوصل ل 60 جنيه. الكلام ده المتداول دلوقتي، ولكن دور في وقت الأزمات الاقتصادية عن الإشاعة والخوف عند الناس والقلق. ده اللي بيتم اللعب عليه. خليني أصحح لك المفاهيم دلوقتي وأوضح لك الصورة كاملة وانت صاحب قرارك. رقم 2: ليه لم يتم اجتياح غزة دلوقتي بريا ولحد دلوقتي؟ رقم 3: الذهب في مصر رايح على فين هو والسوق الموازي؟ رقم 4 والسؤال المهم: هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ ركز معايا في الفيديو ده وما تنساش تعمل لايك، ويلا بينا. السلام عليكم. اي حد من حضراتكم حابب يتواصل معايا عن طريق الواتساب او التليجرام، هسيب لحضرتك اللينك تحت، تقدر تتواصل معايا بيبقى اسرع من اليوتيوب، وتبدأ تتابعني اكتر واكتر على التليجرام لانه بيبقى فيه مناقشات يومية. نيجي بقى للمهم. عندنا شح دولاري وعندنا أزمة اقتصادية، ودلوقتي في ضغط على مصر من صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات العالمية، من ضمنهم مؤسسة ستاندر وفيتش وموديز، وكل شوية نطلع يقول لك تصنيف مصر بقى سلبي وينزلنا درجة. بس خليني أقول لك بعد اللي شرحته ده، هل في تعويم ولا لأ؟ قولا واحدا في تعويم. طب السؤال التاني والمهم: هل هيتم تعويم في مصر من غير ضخ سيولة دولارية في البنك؟ مش هقول لك صعب، بل مستحيل. حضرتك تعرف ان التعويم يا اما مرن يا اما مضار. يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي ان احنا هنعوم من 30 ل 60 او من 30 ل 50، ده اسمه كده تعويم مرن. واحنا النهارده عشان تعويم المرن اللي حضرتك بتتكلم فيه ده لازم يكون عندك سيولة وحصيلة دولارية كبيرة. ما تجيش تقول لي استنى لازم يكون عندي مليار واتنين ولا حتى 100 مليار، لا، كلمني في تريليون دولار، نص تريليون دولار، عشان اقدر ان انا اواكب مع السوق واقدر ان انا امشي. لان وقت التعويم المرن لازم ارفع ايدي ويرفع البنك ايده عن السوق. اقنعني ازاي؟ بتقول لي النهارده عايز تعويم مرن وفي نفس الوقت انت عارف ان انت عندك شح دولاري. ده كلام مش منطقي ومش هينفع. اذا ابعد عن التعويم المرن، لان احنا في حالة التعويم المرن خسرانين بكل المقاييس. نيجي بقى للتعويم المضار. التعويم المضار ده بيبقى الوصول لاقرب نقطة احنا بنوصل لها على مدار الفترات اللي فاتت، واحنا بنزود من 10 ل 12%. وارجع للتعويمات اللي فاتت من 30 جنيه حسبتها 10% او 12%، يعني احنا هنوصل في البنك ل 33 34 35. يا عم خليك زي ما السوق ماشي ب 38 جنيه. هنا لا السوق الموازي هينزل للبنك ال 30 ولا البنك هيطلع للموازي 44 و50 جنيه. الكلام ده مش هيحصل، وهيوصلوا مع بعض لأقرب نقطة. اذا مفيش تعويم في البنك، وده رأيي الشخصي. بعد من غير ما نوصل ل 38 مفيش اعلى من الرقم ده، هو ال 38 جنيه فقط لا غير. لازم تكون عارف ان التعويم في مصر ما ينفعش مرن، ينفع مضار، لان مش هيبقى ده اخر تعويم حضرتك هتروح له. ليك عارف ان الوقت الحالي اللي كل شوية عمالين بنقول احنا عايزين نخش حرب عايزين نخش حرب، الوضع الحالي في مصر اقتصاديا صعب. وخليني اقول لك ان احنا هنوصل لوقت فيه هنحاول نبقى في اقصى مراحل من ضبط النفس. احنا دلوقتي مش هننجرف للناس للحرب اللي هم عايزيننا ان احنا نخشها. وخليني اقول لك ان اقتصاديا دلوقتي العالم كله مش مستحمل حالة حرب. ولكن خليني اقول لك ان دلوقتي ليه اسرائيل ما دخلتش غزة بريا. اسرائيل مصدرة للعالم كله انه الجيش الذي لا يقهر. وخليني اقول لك ايه الغرض من دخول غزة؟ هل القضاء على حماس؟ طبعا الرئيس المصري طلع وقال عبد الفتاح السيسي ان ده هياخد سنين. حتى المؤسسات الدولية والصحف الامريكية قالت لك ان كل ده هياخد سنين.
طب النهاردة مين هيدفع تكاليف الحرب اللي دلوقتي قايمة في غزة؟ هل إسرائيل هتقدر على تكاليف الحرب؟ في ساعة الحرب كل حاجة في الدولة بتقف وكل الموارد بتبقى مصدرة للدولة في الحرب بس. هل إسرائيل هتقدر على ده؟ طب هل أمريكا هتقدر تدفع تكاليف الحرب ده وهي عندها مشكلة في الميزانية بتاعتها وسقف الدين اللي هي وأساسا دلوقتي واقف عند 35 تريليون دولار؟ دلوقتي دخول غزة مش سهل زي ما الناس متخيلة، ولكن خليك عارف ان الجيش الاسرائيلي حشد 350 الف اسرائيلي جندي عشان خاطر الدخول غزة بري، ولكن هل هيتراجع ولا لا؟ هو ده السؤال، ده اللي هتبينه الايام اللي جاية، وهنشوف تأثيره على السعر العالمي وعلى الذهب. السؤال دلوقتي ايه مصير الذهب والسوق السوداء الفترة دي في مصر؟ طبعا شفنا الفترات اللي فاتت كان في وقف لبطاقات السحب بره مصر، وعشان كده الدولار في مصر في السوق الموازي زاد وبالتالي الذهب زاد معاه. ولكن شفنا امبارح السوق الموازي بيقع من 48 جنيه و49 في بعض المناطق ل 43 و44 و45 جنيه. هقول لك المتوسط وقع 3 جنيه ونص. خلي بالك ان اللي شفته ده هو بروفة صغيرة للي هتشوفه بعد التعويم وهيحصل. خليني اشرحها لك واحدة واحدة. دلوقتي اللي كان شارع على 2200 و2300 و2400 و2500 هو خرج والشعب بقى معاه سيولة في ايده. خليني اقول لك ان عشان تشوف ان الذهب ينزل مرة واحدة للمستويات دي تبقى حضرتك غلطان. صانع السوق مش غبي بالطريقة اللي حضرتك شايفه بيها دي. المفروض دلوقتي ان انا معايا فلوس مش هنزل تحت عشان الناس تشتري وترجع تبيع لي تاني، لا هفضل في نفس المستويات الحالية اللي انا فيها دي. طبعا دلوقتي الناس شايفة ان الذهب غالي والدولار سعره عالي، لازم يطلع دلوقتي، وده توقعي الشخصي، شهادة من البنك برقم كبير او بنسبة فايدة عالية وكبيرة عشان تلم الفلوس مع الناس. هيبقى قدامك يا اما شهادة 30 32% في نفس الرينج ده، يا اما تحط وتستفاد بالرقم ده، يا اما تشتري دهب على 2000 ونص و2400 وانت شايف انه غالي، يا اما هتروح للدولار وبرضه سعره غالي. هنا الشهادة هتبقى بالنسبة للناس اللي اتحبست في الذهب وكرهت الذهب هي الحل الامثل في السوق. عشان كده الحل الجذري دلوقتي للي انت شايفه هو التعويم، ومالوش بديل لحد دلوقتي. افهم الصورة صح وافهم اللعبة صح. السؤال المهم دلوقتي، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ قولا واحدا الوقت الحالي غير مناسب للشراء تماما. وخليني اقول لك احنا ناس كبار وفاهمين وعاقلين. مفيش دولار بعد التعويم ب 45 وب 50 ولا الكلام ده غير صحيح بالمرة. بس خليني اقول لك ان انا بشرح لك الوضع اقتصاديا. اما اذا مصر بقى دخلت في حرب او ما دخلتش في حرب، ده حاجة في علم الغيب انا ما اقدرش اجزم بيها، ودي حاجة في الغيبيات. ولكن خليني اقول لك ان احنا دولة بتحب السلام، احنا دولة بتبقى واصلة لاقصى درجات ضبط النفس. مش سهل استفزاز مصر ولا دخولها اجباري او من غير ما نحس في الحرب. خلينا نتفرج الايام اللي جاية. الذهب في مصر مش بيع وشراء فقط، الذهب في مصر بيجي عليك اوقات تبيع وبيجي عليك اوقات تشتري وبيجي عليك اوقات لازم تتفرج على الاحداث الحالية وتبدأ تعرف انت عايز ايه الفترات اللي جاية. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. كل واحد ليه وجهة نظر تتشال على الراس وتحترم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم ليه استفسار او تعليق سيبولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.